الله العود ما شاء الله. كف كف كف. هذا العود ماليزي شروتنا اللي قبل شهر من تايلاند تذكرونها برحلتنا اللي طافت. ما شاء الله شوف العود جميل جدا 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 ما شاء الله. حيل حلو العود حيل 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 حلو. شو الكسرة هذه شيخة. هذه انظفها بس واشتريها واحد بس. ليش يعني اميز احب الكسرة هذه؟ لان لو تشتريها واحد يحط مني ريحتها واحدة يحطها مني ريحة واحدة يحطها مني ريحة واحدة فيرتاح نفسيا. الكسرة كبيرة يمكن فيها هذه يمكن فيها اتوقع 4 تولات. عطنا ميزان هذه بعد ما شاء الله. هذه خطيرة هذه وش كسرة بعد ما شاء الله تبارك الرحمن. مظلوم ترى. شوف عندنا بعد كسرة حلوة بالعود. كسرة حلوة شوف ما شاء الله. شوفها هذه 5 تولات و8 جرام. هذه ما شاء الله امسك جميل. ما نظفته الى الان. طبعا الحين بيسالوني كذا كم سعره يا جماعه. ما اعرف كم سعره. ما اعرف والله العظيم اني ما اعرف كم سعره. العود كان في رطوبه ونقص من وزنه والعود الحين يبي له تنظيف وفرز في كسر. يعني العود مو كله حلو في كسر. يعني بالله عليك في حد يشتري عود فيه كذي والله العظيم من هالكسره هذه زين لو شنو ما كانت بس دام فيها بوره ريحتها مزعجه. ف ما تقدر تشتري عود. ما تقدر تتبخر بعود في بوره ولا في بالتك. شوف هالكسره هذه شوفها قدامك. هذه بعضهم يشوف يقول ما شاء الله ويصورها لك بالتصوير واقع مرير. هذه كسره راح تصير قشور. شوف راح يفتحونها ترى الشغل دكاتره يفتحونها هني يبطلونها ويشيلون الحشو اللي داخل ويشيلون البوره اللي هني. يعني موضوع متعب ترى ويطيح من وزنها. يعني شوف هذا الحين كم وزنها 11 جرام. هاي تولة تقريبا حلو تولة بالوزن ترى. التولة الصحيحة 11.8. قول احنا قاعد نجر قول 12. يعني تخيل هذه تولة الحين. هذه لو بنظفها الحين الحين بوريكم كم طاح منها. شوفوا صفرنا العداد شوف كم صارت 12 جرام بالضبط. حلو شوف الحين اذا بنظفها نادي المنظف بنظفها قدامكم. الحين بنظفها قدامكم. وهذه وزنها شيلها يلا نظف.
خلاص. وهذه كسرتنا، لا وبعد ما تنظفت بنسبة 100%، تنظفت بنسبة 90%. شوف بس، شوف طاح تقريبا نصها تقريبا طاح. خلينا نقول 5 جرام طاح و7 جرام بخور. اوكي، لكن اللي بوصلك اياه، تخيل يجيك واحد وكان اشتريت لي عود ب5 دنانير، ب10 دنانير. تخيل يقول واحد انا اشتريت بخور ب10 دنانير. تخيل في دست، في ناس كذي، هذا كله مش داخل العود. شو الفائدة؟ اشتريته ب10، تبخرت، لا انت تبخرت زين ولا انت دفعت بخورك على شيء زين. يعني مثال، انا لما ادفع 10 دنانير واتبخر بخور ريحته دست، شو الفائدة؟ صارت فلوسي ال10 راحت على دست. لكن لو دفعت 20 دينار، نفرض دفعت 20 دينار زين بعود بهالنظافة. طبعا هذا نظافته مو اوكي، بعد بنظف اكثر من كذي تو الناس بعد شو ما خلص تنظيف، بس بتطول السالفة. هذا بيحك زيادة. بعد لو نفرض ان دفعنا 20 دينار، اخي دفعت 20 دينار على الاقل 20 دينار ما صارت على بخور، صارت على يعني بدال تصير على 6 جرام وعلى 6 جرام بخور و6 جرام داست، تصير على 12 جرام بخور صافي. انا الربحان، انا الزبون، انا الربحان اذا اخذت لي بخور صافي، او اغلى بشويه، اغلى ب5 باغلب، لكن بخور صافي قاعد تبخر بشيء صافي، مو قاعد ادفع رخيص لكن اتبخر بشيء داست. هذا الفكره اللي نوصلها لكم. التنظيف مهم، التنظيف يلعب بسعر العود لعب بصراحه. يعني هذه الكسره لو كانت مكلفتني 10 هي راح تكلفني 20 دينار مثلا. لو مكلفتني 10 دنانير راح تكلفني الحين 20 دينار. وهي ترى مكلفتني وين؟ مكلفتني يمكن الكسره يمكن مكلفتني فوق ال 13 14 دينار. هذه الكسره تشوفونها، يعني هذا الحين لو بتنظف الحين صارت عليه سعرها فوق 23 دينار حقيقه، لان عود ماليزي. جد اكلمكم، عفوا مو تكلفته يعني معناته مع مصاريفه، لا العود هذا شاريه من غير لا يتنظف، طلع عليه تقريبا طلع ب 14 تقريبا 14 حلوتها قبل يتنظف. شوف الحين تنظف يعني يقول صار سعرها طاح منها تقريبا نص، يعني صار هذه تقريبا عليه 26 دينار. والله ما بلغت عليكم بحرف واحد، هذا اللي صار. فالعود هذا طبعا اتكلمك عن الكسرة هذه هنا، تشوفون هذه كسرة بس. شوف، فالعود ما هو رخيص، العود الغابات الماليزي ما هو رخيص. لا بعد ما تنظف شوف كم راح يوصل سعره. بس هذا اللي بوصلك يا صديقي الغالي. ولكن في عود من الظلم انه ينباع بهالسعر، مثل الكسر الصغيرة هذه، الدقة الصغار خفيفة، كسر خفاف حرام والله. يا هذه ما شاء الله، خلينا نحطها على الجمر نستانس فيها. زين، بعض الكسر حرام تنباع بهالسعر، حرام. يعني كسر خفيف هذا شلون تبيعها؟ اوكي راس مالها طالع عليك تقريبا 26 دينار تقريبا، بس هل راح تبيعها ب 26 دينار؟ لا مستحيل. لكن في كسر هم حرام تبيعها ب 30 دينار مثل هذه ما شاء الله. شوف المكسر، شوف هذه كم تبيع هذه؟ ما شاء الله. ترى هذه تقريبا سوالف هالعود، ترى كل كسر لها سعر، لازم تعرف سعر السوق وين رايح وين جاي. شوف ما شاء الله اللهم بارك. شوف بركان والريحة خيال ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا اسم لالبوري هذا حلو. إيه، هذا الريحة ما يجي خراب. زين، هذا بخور، هذا وريها هذه لالبوري. ها إيه. يقول هذا لالبوري صح فعلا، هذه نزعتها ما تخشن فطلعتها برا، فما يعني انها هذه شوف داش داخل العود من داخل. عطني كسرت، عطني ها تنظفه زيادة بعد. شوف ما يبيني اصوره، تعال هذا شنو كسر هذا قبل شوي؟ هذا؟ ايه شاف؟ ايه شنو كسر؟ شنو صار؟ شنو المشكلة صار؟ مشكلة يعني نظف معادل. يا جماعة جاب العود، مو هذه اي كسرة هذه ايوه هذه يا جماعة جاب العود، قال لي بعد جايب لك عود جديد جربه. فيوم جربته قلت له هذا مو منظف عدل وريحته مو اوكي.
فاخذها راح عند اللي ينظفون العود قال هاك نظفوها لي. فشوفوا شو نظفها، شوف نظفوها له حكوها حك. شوف هذه كسرة قبل التنظيف، هذه كسرة بعد التنظيف. يا جماعة والله يوم حطيتها قبل شوي ما فيها زيت نهائيا، أو زيت لا استغفر الله فيها زيت لكن عادي ما كنا فيها زيت بسيط، والنكهة تسد النفس. تو الحين حطينا كسرة صغيرة.